بص يا شباب، عندنا ابلكيشنز على السيلف اندكشن. يعني دي شويه كده ايه ابلكيشنز مهمه قوي. هما 3 ابلكيشنز بالظبط. ابلكيشنز على السيلف اندكشن، اللي هي الرسومات دي. ان انت يبقى عندك كويل، خلي بالك ده كويل واحد، ده مش كويلين، ده كويل واحد بس. ليه؟ لان السلكه دي واصله ما بين ده وده، يبقى هو كويل واحد. ان انت هنا وصلت لمبه، اللمبه دي ما نورتش لما جيت عملت سويتش اون. اما هنا لما جيت عملت سويتش اوف، سبحان الله اللمبه دي ايه نورت. تعال نشوف ده حصل ليه. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا مثلا بطاريه 6 فولت. حلو. البطاريه دي متوصله معاها كويل وسويتش. ماشي. يلا تعال نعمل سويتش اون. اول ما تعمل سويتش اون الكهرباء هتبقى بطيئه شويه بسبب الباكورد انديوز، لان اتفقنا سويتش اوف بيعمل فورورد، سويتش اون بيعمل باكورد، ففي كهرباء عكس الاوريجينال فمعطله لحد ما الفلكس يثبت، ما يبقاش فيه تشينج في الفلكس، فبالتالي الكهرباء الاوريجينال هي واخده راحتها زي ما انت شايف كده. طب لو جيت تعمل سويتش اوف، حصل حاجه، عمل سبارك، شراره. هنا الشراره دي معناها ان في وجود كهرباء. طب ازاي مفيش، ازاي في كهرباء عملت شراره واصلا انا فتحت السويتش؟ لان اللي عمل الشراره دي هو الفورورد انديوس، لان انت لما بتعمل سويتش اوف بيتولد كرنت فورورد انديوس، فورورد في نفس اتجاه الاوريجينال، فهو اللي عمل الشراره دي. طب ماشي. قال لك بص بقى، لو انا جبت نيون لامب، يعني الموضوع معمول عشان اللمبه النيون. اللمبه دي مثلا يا جماعه اللي هي النيون لامب دي محتاجه 180 فولت عشان تنور. البطاريه اصلا كام فولت؟ البطاريه 6 بس، فهل ده يقدر ينور اللمبه؟ تعال نشوف. طب لو جيت قفلت سويتش، الكهرباء الاوريجينال هتمشي. حلو. ايه اللي حصل؟ الكهرباء يا جماعه مشيت فين؟ مشيت في الجزء ده في السولينويد، بس طبعا كان في عطله في الاول بسبب الباكورد انديوز، معطله الكهرباء، وبعد كده الكهرباء خدت راحتها واللمبه ما نورتش، لان اللمبه دي محتاجه 180 فولت، البطاريه اصلا كلها على بعضها 6 فولت. طب ازاي اللمبه دي تنور؟ قال لك افتح السويتش. تعالى كده نفتح السويتش. بص لما فتحنا السويتش ايه اللي حصل؟ بدأ الكهرباء تمشي لللمبه وقدرت تنور اللمبه. ليه؟ لانها جابت فورورد انديوزد كبيره جدا. طبعا انت لما بتعمل سويتش اوف بيكون فورورد انديوزد، فورورد انديوزد كانت كبيره جدا جدا، فخلت الكهرباء تنور وادتها الفولت اللي هي محتاجاه. طب ازاي في الباكورد ما قدرتش وازاي في الفورورد قدرت؟ تعال نشوف. الفكره كلها يا جماعه ان دي ام اف هي نيجاتيف ان دلتا فاعل دلتا تي. حلو. انت لما جيت قفلت السويتش وعملت سويتش اون، الجروث ريت بتاع الكرنت كان كبير، خد وقت كبير على بال ما الكرنت ينمو. ليه؟ لان كان في باكورد انديوزد ضدها بتصدها، عكسها معطلاها، فالجروث ريت بتاع الكرنت كان كبير، فبالتالي الاي ام اف اللي طلعت كانت قليله، اقل من البطاريه. خلاص هي كانت اقل من البطاريه. هي في الاول بتبقى خلي بالك قد البطاريه اول ما بتتولد، وبعد كده بتبدا الاي ام اف تقل طبعا لما الفلكس بيثبت. يبقى هي في الاول كانت قدها وبعد كده بدات تقل عنها. لما جينا بقى عملنا سويتش اوف، ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ اتولد اي ام اف كبيره جدا جدا، لان الجروث ريت هنا كان قليل. ليه؟ عشان انت لما عملت سويتش اوف الفورورد انديوزد اتولد على طول في وقت سريع جدا. انت مجرد ما عملت سويتش اوف في نفس اللحظه اتولد الكرنت الفورورد انديوزد، فالفورورد انديوزد اتولد بسرعه، فكان الجروث ريت بتاعه قليل، هو طلع على طول مره واحده، فبالتالي عمل اي ام اف كبيره اكبر بكتير من البطاريه. فالبطاريه مع انها ضعيفه لكن اللمبه دي نورت بسبب الفورورد انديوزد الكبيره. خدنا احنا الفكره دي بقى يا جماعه اللي هي بتاعت النيون لامب دي، اللي هي اللمبه النيون دي، وبقت هي الفلورسنت لامب او النيون لامب اللي هي نقدر نستخدمها ان احنا ننور بيها البيت، اللي هي اللمبه النيون اللي هي البيضاء العاديه المشهوره قوي دي. طيب قال لك ازاي؟ قال لك بص احنا هنركب معاها سويتش. السويتش ده حتى يعني في تعاملاتنا اليوميه في حياتنا احنا بنسميه ستارتر. اللمبه بتنور امتى؟ في السويتش اون ولا في الاوف؟ احنا قلنا بتنور في السويتش اوف. يبقى السويتش ده دوره انه يعمل ايه؟ يعمل سويتش اون. طيب لما يعمل سويتش اون اوف ايه اللي هيحصل؟ هيتولد هنا طبعا كهرباء، فبالتالي يبقى عندي ماجنتيك انرجي. الماجنتيك انرجي بتتفرغ فين؟ بتتفرغ في اللمبه. يبقى انت عندك سويتش اون ده يعتبر الستارتر، بيحصل فورورد انديوزد في الكويل، بيطلع ماجنتيك انرجي. الماجنتيك انرجي يا جماعه بتتفرغ في اللمبه من جوه. طب اللمبه من جوه فيها ايه؟ فيها انرت جاز. هي طبعا اللمبه دي مشهور بان اسمها نيون لامب، بس احنا يعني اكدنا ان هي ما فيهاش نيون، هي فيها ارجون، بس النيون والارجون انرت جازز هما الاثنين مش هتفرق، بس هي الاسم التجاري المشهور ليها ان هي نيون لامب. طيب النيون او الارجون ايا كان هما انرت جاز، لكن مع الانرجي الرهيبه اللي هياخدوها هيحصل ايونايزيشن، هيبقى ايونايزد يا معلم.
هيبقى ايونايزد، يعني هيفقدوا الكترونز. الالكترون دي هي المسؤوله عن الكهرباء. ازاي؟ الالكترونز دي هتخبط فلورسنت ماتيريال. الفلورسنت ماتيريال دي اللي هي يعني خلينا نقولها كده زي ما تقول كده ايه، مغلفه او مبطنه اللمبه من جوه، تبقى بودر ابيض كده، بيبقى يعني داخل في تصنيعه الزنك. الماتيريال دي داخل في تصنيعها الزنك، لما يخبط فيها الالكترونز تروح منوره، مش تفرقع يعني. يحصل بلول مين يا جماعه؟ اللمبه دي. يبقى تاني السويتش يفضل يعمل سويتش اون واوف، فبالتالي هنا هيبقى عندي ماجنتيك انرجي هتتولد نتيجه تغير الفلكس ده. الماجنتيك انرجي دي تتفرغ في اللمبه، الماجنتيك انرجي تعمل ايونايز للانرت جاز، الانرت جاز يروح مطلع الكترونز تخبط في الفلورسنت ماتيريال في اللمبه دي يا جماعه. ده معناه طبعا ان اللمبه دي بتنور في السويتش اوف، بس الموضوع بيبقى سريع جدا، فاللمبه ما بتطفيش، اللمبه بتفضل منوره اصلا. طيب عندنا هنا برضو فكره خطيره، خلي بالك الفكره دي احنا قلناها في شابتر 2 بصراحه، فكده كده انت ايه هتبقى عارفها، اللي هي لو انا عندي واير دبل ووندد، يعني ده بيقولوا يا جماعه دبل ووندد واير. تقول لي ده كويل يا عم، هو بيتقال عليه دبل ووندد واير، سولونويد ملفوف ايه لفتين، ان الكرنت ان هو دخل لف السلك كده زي ما انت شايف، وبعد ما لفه جه في الاخر قام رجع لفه ايه، لفه عكس. فاللي حصل ان الجزء ده والجزء ده كل لفه جنبها لفه شايلين كهرباء عكس بعض، فبالتالي بيجيبوا فيلدين اوبوزيت وايكوال، فبيكنسلوا بعض اصلا، فبالتالي مفيش سيلف اندكشن، لان الفيلد ده بيكنسل الفيلد ده، فبالتالي نو سيلف اندكشن مع الدبل ووندد واير. خلي بالك منها. بص بقى المقارنه دي مهمه جدا جدا جدا. عندنا مقارنه، بص هو الجزء ده يعني ايه نظري. عندك الستريت واير او الدبل ووندد واير، او سواء ستريت واير يا جماعه او حتى دبل ووندد، في الاثنين مفيش ماجنتيك فيلد انتر اكشن، يعني مفيش اصلا فيلد هيولد انديوسد ولا حاجه. ليه؟ لان في الواير الفيلد بتاعه يا جماعه بيبقى حواليه، فاهم يعني؟ حتى لو اول طبقه او اول فيلد هيلمس الواير هيبقى على السيرفس من بره، فما فيش كات للواير نقدر نقول كده من الفيلد بتاعه، فبالتالي ما بيولدش انديوسد، الفيلد يعتبر كله ايه حواليه. طيب والدبل ووندد اصلا كمان احنا قلنا ان التوتال فيلد بزيرو بسبب ان الاثنين بيكنسلوا ايه بعض، لان كل لفه جنبها لفه شايلين كهرباء ايكوال اوبزيت، فيلدين ايكوال اوبزيت هيكنسلوا بعض، فبالتالي هنا نقدر نقول ما فيش انتر اكشن الفيلد مع الواير او السلك. الانديوس دي ام اف ما فيش انديوس اصلا، ما فيش تشينج في الكت. طيب الجروث ريت او الديكاي ريت، يعني يا جماعه نمو الكرنت او ديكاي الكرنت، ان الكرنت يوصل للماكسيمم او ان الكرنت يوصل للزيرو. يعني مثلا نفترض ان المؤشر كده هنا الزيرو مثلا هنا، فالكرنت هيوصل للماكسيمم بسرعه جدا لان مفيش حاجه تعطله. طب ولو الكرنت عايز يرجع للزيرو هيرجع برضه للزيرو، لان مفيش فورورد انديوسد، هو مجرد انت ما فصلت الكهرباء وهيرجع للزيرو على طول. فبالتالي هنا الجروث ريت والديكاي ريت سريع، والرسمه بتاعتهم خلي بالك تبقى عامله كده يا جماعه، تبقى الكرنت عشان يوصل للماكسيمم تبقى المسافه دي قريبه. ليه؟ علشان التايم ده يبقى تايم هنا ايه، تايم صغير شويه، هو بيعمل جروث بسرعه. طيب هنا بقى الديكي، خلي بالك بقى ده الديكي تايم، لكن هنا كان الجروث. الرسمه تبقى عامله ازاي؟ طبعا بدل ما هو بيزيد بيقل، هو الكرنت كان ثابت، فاهم؟ كرنت دي سي ثابت، ايه اللي حصل؟ انهار، برضه انهار في فتره زمنيه ايه صغيره. خلي بالك الرسمه دي ما كانتش موجوده في كتاب الشرح خلاص، لكن دي كانت موجوده. تعالى هنا بقى، ايه الكورد كويل؟ والله ده كويل جواه هواء. ايه اللي هيحصل من الكويل اللي جواه هواء ده؟ الهواء يا جماعه البرميابيليتي بتاعته قليله، فالمagnetic فيلد ما بيبقاش قوي عكس الايرون. لا الايرن هنا عنده برميابيليتي عاليه، بيجمع المagnetic لاينز فالفيلد يبقى اقوى. طيب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ هنا يا جماعه الجروث ريت طبعا في انتر اكشن من الفيلد صغير، هنا الفيلد هيبقى اقوى بسبب وجود مين؟ وجود الايرون. الجروث ريت او الديكي ريت بقى، بص هنا سلولي هنا سلور، يعني هنا ابطا، خلاص هنا سلوست، يعني زي ما بيقول يعني هنا سلو وهنا سلوست، بقى ده ابطا حاجه، خلينا نقول كده. طيب ليه؟ علشان دلوقتي مثلا تعالى نمسك دي، هو عايز يوصل للماكسيموم بس في كهرباء باكورد عكسه، انت عامل سويتش اون، يعني خلينا نقول في الجروث ريت. الجروث ريت ده يعني انت قافل الكهرباء، فالكرنت عايز ينمو بقى، عايز يعمل جروث، فالكرنت الاصلي بيتحرك بس في باكورد عكسه فبيعطله، فاهم؟ فهيوصل للماكسيموم بس ايه، بعد وقت شويه ببطء يعني. طيب انا كل ده خلي بالك انا بتكلم على الاير دلوقتي. طيب فصلت الكهرباء وعايز يرجع للزيرو، هيرجع بس في فورورد انديوسد ماشي في الكهرباء، فانا عايز ينهار بس لسه في كهرباء موجوده، فهو هيرجع للزيرو بس ايه، برضه هيبقى بطيء لان لسه في كهرباء بسبب الانديوسد. طيب هنا ده هيوصل للماكسيمم، بس طبعا هنا هياخد وقت اطول شويه، اطول من اللي هناك، التايم هنا يبقى اكبر، لكن التايم طبعا هنا هو اكبر بكتير في حاله الايه الايرون لسه هنجيبه.
هنا الديكي نفس الكلام برضو، لو الكرنت ثابت يحصل ديكي، التايم ده لازم يبقى اكبر من التايم ده. تعالى بقى في حاله الايرن كور، والله في انديوزد كبيره. هنا زي ما اتفقنا ده الزيرو، هو عايز يوصل لمين؟ للماكسيموم. عايز يوصل ماكس، بس في باكورد انديوزد كبيره عكسه بتعطله، فهو هيوصل للماكسيموم بس هياخد وقت اطول من حاله الاير كمان. فطبعا هنا هيبقى الموضوع بطيء. طيب باشا عايز يرجع للزيرو، افصل الكهرباء، هيتولد فورورد انديوزد كبيره جدا، وهو عايز يرجع للزيرو وهو في فورورد انديوزد كهرباء كبيره، هيرجع للزيرو بس برضه هياخد وقت. طبعا هنا سواء ديكي او جروث اكيد التايم بتاعها يا جماعه، هنا الجروث كان بياخد وقت كبير، هنا الديكي برضه هياخد وقت. بص يا سيدي، موضوع الاي دي كارنت بقى ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ازاي نصنع اي دي كارنت، او ازاي ننتج اي دي كارنت، ازاي نقلل اي دي كارنت لو انا مش عايزه. يعني ما انا في بعض الاوقات هبقى عايزه، في بعض الاوقات التانيه انا مش عايز الاي دي كارنت ده اصلا. بص الفكره يا جماعه هنا ايه، ان انت دلوقتي الليفل حته حديده يا جماعه حطيناها جوه كويل، فحته الحديده حصل لها ايه؟ ساحت، حصل لها مد. طب ازاي حته الحديده دي ساحت؟ تعال نفتكر. تعال نفتكر موضوع الاي دي كارنت ده مع بعض. بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي بطاريه وجيت قفلت مثلا سويتش، هيبدا يحصل تشينج في الفلكس في اللحظه دي، بس بيتولد انديوزد كارنت. بعد كده الفلكس بيثبت فما فيش انديوزد كارنت. طيب افتح سويتش، في اللحظه دي بيحصل تشينج في الفلكس، فبالتالي بيتولد انديوزد كارنت. طب ماذا لو كان بقى اي سي كارنت؟ خلاص احنا يعني اتكلمنا عن الاي سي، المفروض عارفه الاي سي ده اللي هو بيغير ايه، يفضل يغير اتجاهه ويغير الفاليو بتاعته. فاللي بيحصل ايه؟ انت مجرد ما تقفل سويتش، انت مش محتاج تعمل سويتش اون واوف تاني، هو الفلكس يفضل يزيد ويقل. ليه؟ ما الكرنت بيزيد ويقل بيزيد ويقل لحد ما حته الحديد اللي جوه دي يحصل لها تساحب. بسبب ايه؟ بسبب ان الالكترونز اللي جوه الايرن، ما الايرن ده جود كوندكتور في الكتريستي، كوندكتور يعني، الالكترونز اللي جوه الايرن بدات تتحرك. بس بما ان الطريق من هنا مفتوح متوصل بالهواء، قامت هي عامله لنفسها طريق مقفول. عملت ايه بقى؟ بدات الالكترونز تتحرك في شكل سيركولار باسز كده زي ما انت شايف، تتحرك كده يا جماعه في ده شكل دوائر مقفوله. فبسبب السيركولار باسز دي، اللي هي مين اللي عملها؟ الالكترونز. انهي الكترونز؟ بتاعت الايرن. انا بكلمك على الايرن مش بكلمك على الكويل. الكويل ده وارد ان هو هيبوظ من السخونيه، لكن انا دلوقتي بتكلم على الايرن. الالكترونز اللي جوه الايرن بدات تتحرك وتعمل سيركولار باسز، فبالتالي ايه اللي حصل؟ الحديد ده ساح. انت هنا عندك كده هيبقى عندك اتنين انديوزد، هيبقى عندك انديوزد جوه الكويل وعندك انديوزد جوه الايرن. بس الانديوزد كارنت اللي جوه الايرن بيتقال عليه اي دي كارنت، اللي هو عامل دوامه يعني. يبقى الانديوزد كارنت هنا او الاي دي كارنت هنا اتولدت ليه؟ قال لك بص، هي ممكن تتولد في حالتين، في ظروفين يعني، ظروف مختلفه. ان الكرنت يبقى alternating، خلينا نبدا بده alternating. الفيلد بتاعه بيبقى variable، بس حته الايرن تبقى ثابته. قال لك طب ينفع نجيب اي دي كارنت او نصنع اي دي كارنت مع الدايركت؟ قال لك على فكره هينفع، بس بشرط الفيلد طبعا بتاع الدايركت المفروض ان هو ثابت. حرك انت الايرن بقى، افضل دخل الايرن جوه الكويل وخرجه. طبعا هنا الموضوع بيبقى صعب شويه، بس بسبب ان انت هتفضل تحرك الايرن ويفضل يحصل تشينج في فلكس، فالالكترونز تتحرك فتعمل اي دي كارنت، لكن الاسهل طبعا الالترناتيف. بالك يا باشا، طب احنا لو عايزين نقلل الاي دي كارنت دي، خلي بالك احنا هنا ممكن يبقى ميزه وعيب. لو انت عايز تسيح الحديده يبقى دي ميزه، طب انت مش عايز الحديد يسيح يبقى ده عيب. ساعتها يبقى ساعتها نخلص من الاي دي كارنت، او نحاول نقلل. نعمل ايه؟ قال لك نخلي الكور اللي هو القلب يعني الحديد ده يبقى معمول من هاي سبيسيفيك ريزيستنس. يعني يا جماعه ايه سبيسيفيك ريزيستيفيتي عاليه؟ لان لو الريزيستيفيتي عاليه يبقى الريزيستنس عاليه، فالمقاومه هتبقى عاليه، فالالكترونز هتبقى حركتها طبعا شده الكهرباء بتاعتها تبقى قل، يعني دي كرنت عالي. قال لك ممكن نعمل حاجه ثانيه، نمسك الايرن ده نقطعه لشيتس. ليه؟ الايرن هو حته واحده كده بيعمل دواير مقفوله على نفسها كده كتيره، فبالتالي الحديد بيسخن. قال لك بص، احنا لما نقطعه شيتس، لو خدت بالك الايرن بص متقطع كده اهو، نقطع الايرن شيتس ونحط ما بينهم طبقه عازله زي شحم، تبدا الكرنت يمشي في دوائر، بس دوائر ايه؟ اصغر. بدل ما كان بيعمل دايره كبيره، لا دلوقتي بيعمل دايره ايه؟ دايره صغيره دايره صغيره دايره صغيره، وانت حاطط ما بينهم حاجه عازله زي الشحم، فبالتالي انت عزلت اللي فوق عن اللي تحت، فالهيت فوق تبقى قليله، الهيت فوق قليله، اجمالا الهيت تبقى برضو قليله. خلاص. بس عايز اقول لك على معلومه، في سؤال هيقابلنا في الفكره دي، انه مقطعوا الشيتس، ويقول مقطعوا الشيتس بكذا طريقه، بيقول لك اختار لي ايه احسن واحده تقلل ايدي كرنت. تعالى اوريك السؤال ده. بص يا سيدي، فكره كده حلوه، جايب لي هو رسمتين، بيقول لي مين فيهم ريكومندد ومين فيهم نوت ريكومندد. لو خدت بالك الايرن هنا متقطع لشيتس، والايرن هنا برضو متقطع لشيتس، بس لو خدت بالك في طريقه رص الايرن، الايرن هنا مرسوم مرصوص كده بالعرض، هنا مرصوص بالطول.
فهو بيقول لي مين ريكومندد من نوت ريكومندد. طبعا انت لو عايز تقلل الايدي كارنت، بص بقى، تو ديكريز الايدي كارنت، خلي الايرن شيتس باراليل مع الفيلد. ما تخليش الايرن يخبط في الفيلد بيربنديكولار، لان كده البربنديكولار ده يخلي الانديوز كارنت برضو تتولد. لكن لو هما باراليل ما يبقاش الخبط جامد، فبالتالي ايدي كارنت تبقى قليله. طب تعال نشوف كده فين الفيلد الباراليل. طبعا اتجاه الكرنت بتاع السولنويد، يعني يا جماعه لو السولنويد مثلا الكرنت بتاعه، تعال نفترض ان الكرنت كده مثلا، مثلا كده بالشكل ده، هنا اهو، ده لفات السولنويد عامله كده. طبعا لو الكرنت عامل كده، فالفيلد هيبقى ده النورث، وده مين يا جماعه؟ وده الساوث. بص بقى، هنا هيبقى الفيلد جاي من الساوث للنورث زي ما انت عارف. نفس الكلام هنا على فكره، هيبقى ده النورث وده الساوث، لان النورث كده يبقى الساوث كده، يبقى اتجاه الفيلد من الساوث للنورث. حلو. تعالى بقى نرسم كده الفيلد. بص الفيلد، تخيل كده ان الفيلد ده، عارف انت الحصان السبق لما الحصان لما بتدخل سبق، بتبقى الاول واقفه جوه حاجه كده وزي ممرات، وبتبدا الحصان ينطلق بقى. فهو اكن كل حصان هنعمل له ممر، او حتى الناس تلعب سباحه كل واحد ليه التراك بتاعه، هو نفس الفكره. لما تيجي تمشي هنا مع الفيلد، بص كده الفيلد هنا، الفيلد هيبقى جاي ماشي كده يا جماعه، بص خابط كده، خابط كده، خابط كده، خابط كده، خابط كده، خابط كده. اه هنا الاير، الفيلد خابط فيه بيربنديكولار. لكن هنا مثلا، بص الفيلد هيدخل في الممر اللي ما بين الشيت دي والشيت ده، هيفضل الايرن او الفيلد يدخل في الممرات اللي ما بينهم، لان هم مرصوصين كده. يبقى مين فيهم باراليل مع الفيلد؟ انهي ايرن باراليل مع الفيلد؟ هو ده. يبقى ده ريكومندد، ده ينصح بيه. لكن ده not recommended. دي معلومة على فكرة مهمة، ودي قد تكون معلومة جديدة عليك، فخلي بالك منها، هتقابلنا واحد امتحان. بص يا سيدي، بقى عندنا كذا حاجة في الاي دي كارنت. اولا الاي دي كارنت ايه الابلكيشن بتاعها؟ يعني بنستخدمها في حياتنا. احنا قلنا لو انت عايز تسيح بيها الحديد، يبقى الاندكشن فيرنسز. طب ايه الساينتفك بيزك بتاعت الاندكشن فيرنسز؟ اكيد اي دي كارنت. هنا ايه تحولات الانرجي في الاندكشن فيرنسز؟ والله انت بتدي الاول كهرباء الاوريجينال، بيبدا يعمل فلكس يعني ماجنتيك انرجي، يبدا الكهرباء الالكترونز اللي جوه الايرن تتحرك يعني ايدي، يبدا الحديد يسيح يعني ثيرمو. ايه الحالات المشهوره قوي اللي ما فيهاش ايدي كارنت؟ بص يا سيدي، هنا لو انت جيت حطيت حته حديده، يعني هنا ممكن مفيش حديده، بس لو جيت حطينا حته ايرن جوه هنا، مش هيتولد جواها ايدي كارنت. ليه؟ لان السلك ده دبل وندد، فما فيش سيلف اندكشن، فبالتالي البي توتال بزيرو، فالإي ام اف اصلا انديوسد بزيرو، ما هو دبل وندد. او ان يبقى جوه الكويل بلاستيك. البلاستيك يا جماعه، البلاستيك جود كوندكتور ولا باد كوندكتور؟ باد كوندكتور في الكتريستي، ما عندوش فري الكترونز اصلا تتحرك عشان البلاستيك ده يسيح، فبالتالي مش هيسيح اصلا. الايرن كور اللي في الجلفانومتر باشا، الايرن ده، الايرن كور ده اللي هو ده يا جماعه، ده مش هيسيح لان مش هيتولد ايدي كارنت. ليه؟ لان الجلفانومتر بيقيس الدي سي، والدي سي كارنت التشنج بتاع الفلكس بتاعه بزيرو، فمفيش انديوزد، فمفيش ايدي كارنت اصلا هتبقى جوه الايرن، لان مفيش تشنج في الفيلد اصلا. هو ايه اللي بيحرك الالكترونز اللي جوه الايرن؟ يبقى في تشنج في الفيلد. طب ما هو مفيش تشنج اصلا، يبقى بالتالي مفيش ايدي كارنت، فبالتالي الحديد ما يسيحش.